مش شرط كل حاجة حلوة تبقى ناجحة، أوقات كتير بنعمل حاجات وبتبقى حلوة بس في الآخر مش بتجيب النتايج اللي بنبقى متوقعينها، والموضوع ده يمشي على كل حاجة تقريبا حتى الموتوسيكلات. ففي موتوسيكلات كتير كان متوقع لها نجاح كبير جدا لكن للأسف حققت عكس ده تماما، وفي الفيديو ده هنعرف مع بعض شوية موتوسيكلات جميلة كان مصيرها الفشل. في أواخر التسعينات وأوائل الألفينيات كانت الشركات بتتسابق إنها تقدم نيكد بايكس قوية بسبب الطلب العالي عليها وقتها، وعلشان الناس بقت تعتمد عليها أكتر بكتير جدا من باقي أنواع الموتوسيكلات عشان سهولة الركوب وسهولة الاستخدام والصيانة وإن هي ما بتسخنش والحاجات دي كلها. وهوندا وقتها كانت بتقدم حاجات أجمد من باقي المنافسين وكانت مكتسحة الفئة دي لحد ما يعني بأشهر وأنجح موديل ستريت فايتر الهورنت. الهورنت 600 وقتها كان مكسر الدنيا ومبيعاته كانت عالية جدا، فقررت هوندا في 2002 انها تعمل نسخة اقوى منه، وده زي توجه باقي الشركات كلها في اليابان برضه، فعملوا هورنت 919 نفس جسم الهورنت 600 ولكن مع فرق الموتور، وهو نفسه اللي موجود في موديلات الريسنج زي سي بي ار 919 وبرضه سي بي ار 900. على الورق المفروض البايك ده كان يكسر الدنيا من ناحية المبيعات ومن ناحية الاستخدام ومن ناحية كل حاجة، بس الحقيقة ان ده ما حصلش. الهدف كان واضح، تقديم منافس قوي في فئة النيكد بايكس ينافس السوزوكي بانديت 1200 والياماها اف زي 1. التصميم كان بسيط وحلو مع هيكل مفتوح من غير فبر في الجناب زي باقي الموتوسيكلات الريسنج، وشاسيه قوي مناسب لكل الاستخدام. الموتور كان 919 سي سي 4 سلندر، لكنه كان متعدل عشان يناسب الاستخدام اليومي مع قوة أقل من السي بي ار 919. كانت تقريبا 110 حصان وعزم 88 نيوتن متر. وزن البايك كان حوالي 195 كيلو من غير سوائد، وكان بيجي بنظام تعليق بسيط لكنه فعال، فكان بيجي بمساعد عادي قدام ومساعد وسطي خلفي بس كان شغال يعني ما كانش وحش وقتها. البايك كان بيجي بتانك 19 لتر ودي كانت نقطة قوة وقتها علشان السفر بالبايك ده كان أكبر ميزة فيه وقتها، والناس كلها كانت بتستخدمه عشان كده، فأغلب اللي اشتروه كانوا بيسافروا بيه. البايك لما نزل كان متوفر في الأسواق العالمية وبدأ يحقق مبيعات كويسة في أول سنتين. السعر كان منافس بصراحة، ومع شهرة هوندا بالاعتمادية توقعت الناس إنها تكون نجاح ضخم، لكن المبيعات ما كانتش قد التوقعات خصوصا في السوق الأمريكي والأوروبي. على الرغم من الأداء العالي والسرعة والتصميم المتين، البايك كان فيه مشاكل قتلته قصاد المنافسين وقتها، والمشاكل دي أولها إن التصميم كان محافظ جدا مقارنة بالمنافسين. البايك كان شكله بسيط جدا ومفيهوش أي لمسات رياضية تقريبا. وقتها كانت الشركات بدأت تستخدم تكنولوجيا حديثة في الموتوسيكلات بتاعتها زي اي بي اس وزي حاجات تانية كتير، لكن هورنت 919 كان بيعتمد على الأساسيات بس. برضه كان بيقدم أداء كويس لكنه ما كانش مبهر، يعني كان سريع لكنه ما قدرش ينافس وحوش الفئة دي من حيث القوة والتكنولوجيا زي كawasaki زد 1000 أو ياماها اف زي 1. كل ده غير ضعف التسويق، هوندا ما كانتش بتماركت للبايك ده كفاية واعتمد على سمعتها بس، وده أثر على انتشار البايك جدا. مع بداية سنة 2006 وبعد 4 سنين من إصدار البايك ده بدأت المبيعات تموت خالص، خصوصا مع دخول موديلات أحدث بمزايا أحسن من المنافسين. وفي 2007 قررت هوندا وقف إنتاج البايك ده نهائي بسبب ضعف الإقبال والمبيعات. بعد ما وقف إنتاج البايك ده جه مكانه السي بي 1000 ار اللي قدم تصميم وتقنيات أحسن بكتير. رغم إن البايك ما وصلش للنجاح المتوقع لكنها كانت واحدة من أكتر الموتوسيكلات الاعتمادية في فئتها. لحد النهارده في ناس كتير بيشتروا البايك ده وبيسافروا بيه علشان عملية وسهلة في الصيانة، والناس اللي بتعشق هوندا وهورنت تحديدا بيعتبروا ان الموتوسيكل ده اتظلم بسبب قلة الإعلانات وقلة الترويج عامة، وإنه البايك ده كان يستاهل فرصة أحسن بكتير. في الآخر هوندا هورنت 919 كان بايك ممتاز من حيث الأداء والاعتمادية، لكنه فشل بسبب المنافسة القوية وضعف التسويق وإنه ما كانش فيه تكنولوجيا خالص. لكن رغم فشلها التجاري هتفضل واحدة من البايكس اللي لها شعبية وسط عشاق النيكد. قولوا لي في الكومنتات، هل تفتكر لو هوندا قدمت نسخة حديثة من هورنت 919 كانت هتنجح؟ هوندا سي بي ار 929 ار ار ده اسم سوبر بايك اللي كان مفروض يكون طفره في عالم السوبر سبورت، لكنها للاسف فشلت انها تحقق النجاح المطلوب. ايه اللي حصل؟ ليه البايك ده بالذات ما خدش الشهره اللي كان يستحقها؟ كمل الفيديو هتعرف اجابه الاسئله دي كلها. طيب خلينا ناخدها من الاول ونرجع لاول التسعينات لما هوندا كانت بتسيطر على فئه السوبر سبورت بالسي بي ار 900 فاير بليد، البايك اللي كسر كل القواعد وكان اخف واسرع من المنافسين وقتها. لكن مع نهايه التسعينات المنافسه بقت شرسه جدا مع دخول ياماها بالار 1 سنة 1998 اللي قدمت أداء قوي ووزن أخف. قررت هوندا إنها لازم ترد بقوة، وكانت النتيجة سي بي ار 929 فاير بليد سنة 2000. البايك كان بيجي بموتور 4 سلندر تبريد مية قوة 150 حصان ووزن 103 نيوتن متر، ودي كانت أرقام قوية جدا وقتها. وده كان أول فاير بليد بيجي بإنجكشن بدل الكربيراتير، وكانت خطوة كبيرة جدا في الفئة دي واللي غيرت الفئة تماما، علشان المنافسين كلهم بعد البايك ده بقوا يعتمدوا دايما على الانجكشن بدل الكربيراتير في موتوسيكلات الريسنج.
البايك ده بشكل عام هوندا قدمت فيه كل التكنولوجيا الجديدة وقتها، فريم ألمنيوم جديد بالكامل وكان أخف وأقوى من الأجيال الأقدم، نظام تعليق أمامي مقلوب لأول مرة في تاريخ فاير بليد. وزن البايك كان حوالي 170 كيلو من غير سوائل، وده كانت خفيفة جدا مقارنة بالمنافسين. البايك كان بيجي بكرسي رياضي مرفوع ووضعية جلوس هجومية أكتر من الجيل الأقدم منه، واللي هو السي بي ار 900 ار ار. كان في تحسينات كبيرة جدا في الثبات والتحكم بفضل نظام التعليق الجديد، أداء أقوى بسبب الموتور الجديد والتبريد الأحسن، استخدام نظام فرامل من شركة معروفة لكنه للأسف كان نقطة ضعف في البايك ده، وده اللي هنتكلم عليه كمان شوية. كل الخلطة دي خلته يكسح السي بي ار 900 ار ار وقتها، وفعلا تفوق عليه بكل المقاييس، وكان جيل جديد كامل في فاير بليد. بس فين المشكلة وليه البايك ده تحديدا فشل؟ خليني اقول لك، اولا بسبب قوة اقل من المنافسين، رغم ان البايك ده كان اسرع واخف من السي بي ار 900 لكنها ما كانتش بقوة المنافس المباشر اللي هو ياماها ار 1 اللي كان بيدي 160 حصان وقتها وتقريبا وزنه قريب منه، فكان دايما بيكسبه. حتى كawasaki وقتها قدمت الزد اكس 9 ار بمواصفات قريبة جدا، لكن هوندا كانت اقل في القوة برضه. تاني حاجة مشاكل في نظام الوقود، حقن الوقود كان جديد في السوبر سبورت وقتها، وهوندا استخدمت نظام مش متطور كفاية، فحصلت مشاكل في استجابة البايك. وكل اللي جربوا البايك ده وقت ما نزل اشتكوا من الاهتزازات وعدم الثبات والتقطيع في السرعات القليلة كمان، وكل ده كان بسبب ان هم استخدموا نظام مش كامل تقريبا يعني من الانجكشن. تالت حاجة كان بيجي بمشاكل في الفرامل، البايك كان بتيجي بفرامل أمامية نيسن لكنها كانت أقل كفاءة من بريمبو اللي كانت في المنافسين التانيين. الفرامل كانت محتاجة انك تدوس للآخر عشان تفرمل، وده كان عيب قاتل طبعا في سباقات السوبر سبورت. وحتى في بايك زي ده انت لو هتجري بيه مشكلة كبيرة جدا انك تدوس الفرامل للآخر بالذات اللي قدام. اغلب الناس قالت ان التصميم ده ما كانش رياضي مقارنة بالمنافسين زي زد اكس 10 ار وار 1. التصميم كان محافظ وما كانش ملفت كفاية، والمراوح الأمامية كانتش بتوفر تبريد كفاية، وكان البايك بيسخن جامد في الزحمة. بس ده ما كانش عيب قاتل يعني، في اغلب الموتوسيكلات الفتره دي كانت كده برضه. سي بي ار 929 ار ار ما كانش فشل كامل لكنه ما قدرش يحقق المبيعات المتوقعه، فمبيعاته كانت اقل من زد اكس 9 ار والار 1. كان واضح ان هوندا لازم تقدم حاجه اقوى، وفي 2002 هوندا بدلته بالسي بي ار 954 ار ار فاير بليد اللي بنشوفه في الشوارع حتى عندنا لحد النهارده، وده كان تحسين على 929 ار ار لكنه برضه ما كانش كفايه انه ينافس الار 1 حتى الجديد. هوندا ما اعلنتش رسميا على الارقام، لكن تقديرات السوق بتقول انها باعت حوالي من 25 ل 30 الف نسخه عالميا، وده رقم ضعيف جدا مقارنه بالار 1 اللي عدى 50 الف نسخه في نفس الفتره اللي هم كام سنه اللي نزلوا فيهم. البايك كان متقدم جدا من الناحيه الهندسيه، لكن المشاكل التقنيه اثرت على نجاحها، ولو هوندا كانت قدمت الانجكشن متطور اكتر وفرامل اقوى كان ممكن تنافس الار 1 بقوه. النهارده سي بي ار 929 ار ار ليها جمهور صغير من عشاق هوندا، لكن نادرا لما تلاقيها في الاسواق المستعمله او حتى في الشارع. الاخ الكبير هو اللي خد الشهره وحب الناس كله من البايك ده في الفتره دي، واللي هو السي بي ار 954 فاير بليد. لسه في اليابان وبس المرة دي الفشل كان مختلف شوية، فالبايك ده فشل انه يحقق اللي معمول علشانه. في اواخر التسعينات كانت معركة السرعة في عالم الموتوسيكلات كانت مولعة النار زي بيف دريك وكندريك دلوقتي كده، وكل الشركات كانت عايزة تسيطر على لقب اسرع بايك في العالم. سوزوكا يابوزا نزل سنة 1999 ورفع سقف المنافسة بسرعة 312 كيلومتر في الساعة. وقتها كawasaki كان لازم ترد، وهنا بدأت قصة الزد اكس 12 ار، البايك اللي كان المفروض يدمر الهيابوزا، لكن للاسف ما قدرش. لما قررت كawasaki تصمم الزد اكس 12 ار كان الهدف واضح جدا: تصميم اسرع بايك انتاج في العالم، تشيك. يكون اقوى من الهيابوزا، تشيك. يحطم كل الارقام القياسيه، تشيك. بقوه 178 حصان اعلى من الهيابوزا وقتها. كان محرك 1199 سي سي، كان تحفه هندسيه 4 سلندر. كان بيستخدم تقنيات مستوحاه من موتو جي بي زي الشاسيه المصنوع من الالومنيوم الخفيف والتصميم الهوائي اللي كان بيخلي البايك يخترق الرياح بشكل افضل بكتير جدا من الهيابوزا. لما نزل الزد اكس 12 ار سنه 2000 كان مرعب جدا، كان بيقدر يوصل لسرعه 300 كيلومتر بكل سهوله، لكن هنا حصلت المشكله الكبيره. في نفس الوقت اللي كانت كawasaki بتجهز فيه الزد اكس 12 ار الحكومات الاوروبيه واليابانيه كانوا قلقانين من حروب السرعه دي، وحصل اتفاق غير رسمي بين الشركات اسمه جنتلمان اجريمنت، وده فرض حد اقصى للسرعه عند 299 كيلومتر في الساعه. بسبب الاتفاقيه دي كawasaki اضطرت ان هي تخنق الموتور وما قدرتش تخلي البايك يتخطى الهيابوزا بشكل رسمي. في الحقيقه كان اسرع على الورق، لكن بسبب القيود دي الهيابوزا فضل مسيطر في الشارع. وايوه ده الموتوسيكل صاحب الاعلان المشهور جدا بتاع لما بيقف جنب البورش. على الرغم من انه كان قوي
زد اكس 12 ار كان عنده مشاكل كبيره خلت الناس تبعد عنه. فمبدئيا قيود السرعه قتلت الفكره الاساسيه، الناس كانت عايزه بايك اسرع من الهايبوزا، لكن لما طلع بنفس السرعه تقريبا فقد جزء من جاذبيته. البايك كان متقدم تكنولوجيا جدا لكنه اصعب في السواقه من الهايبوزا، وده خلاه مش معمول للرحلات الطويله والاستخدام اليومي زي ما الناس كانت بتعمل مع الهايبوزا. وبرضه الموتور ده كان متعطش جدا للبنزين وكان بيحرق بشكل جنوني مقارنه بالمنافسين، كان حرفيا محتاج بنزينه تمشي معاه، فاكر نفسه هيلكات تقريبا. نظام التعليق نظام التعليق في البايك ده كان متصمم اكتر للحلبات، فكان ناشف جدا على الطرق العاديه، وده خلى الناس اللي بتستخدمه كل يوم بتحس بعدم راحه في الرحلات حتى لو قصيره. فزد اكس 12 ار بدل ما يسيطر على السوق، كawasaki قررت ان هي تطوره ونزلوا البايك المعروف الزد اكس 14 ار، وده خلى الزد اكس 12 ار يختفي تقريبا من السوق بسرعه. من ناحيه ارقام السرعه فما قدرش يكسر الهايبوزا، لكن الحقيقة إنه كان واحد من أقوى البايكات في عصره، والمبيعات كانت أقل من المتوقع بكتير، لكن محبي كawasaki دايما بيعتبروه من أعظم البايكات اللي الشركة صنعتها. وفي النهاية مع نزول الزد اكس 14 ار القصة انتهت، والزد اكس 12 ار بقى مجرد ذكرى في حرب السرعة اللي حصلت في بداية الألفينيات. زد اكس 12 ار النهاردة بقى نادر جدا، وأي حد بيمتلكه بيحس إنه عنده قطعة من تاريخ كawasaki، على الرغم من إنه ما ينفعش يتنافس مع البايكات الحديثة النهاردة، لكنه لسه قادر على تقديم اداء مرعب، وده بيخليه واحد من اكتر الباكات الاسطوريه اللي محدش بيتكلم عنها كفايه. بس ده سؤال ليك انت، لو كنت عايش وقتها كنت هتشتري هايبوزا ولا كنت هتفضل الزد اكس 12 ار؟ في الاخر هقول لك زي ما قلت في اول الفيديو، انه مش شرط كل حاجه حلوه تنجح، او الحاجه اللي انت حطيت فيها تعب كبير تنجح، المهم انك تعملها بضمير وتعملها بحب طبعا. ولو انت كملت الفيديو لحد هنا اكتب لي في الكومنتات وعرفني، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان ما تفوتش اي جديد.